السلام عليكم دفعة تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده هنبتدي شرح فيديو لا اسهل واحلى شابتر موجود عندنا. هو شابتر 1 بيتكلم عن حاجه اسمها بيرسون سبيرمان كورليشن. 3 حاجات كده ابط جدا هنقولهم مع بعض بسرعه. لو انت بتتفرج معانا من طلاب الاونلاين فالباكج بتاعك هيكون فيه شويه حاجات كتيره، منهم فيديو شرح تاني كان نازل على اليوتيوب من فتره، مهم جدا تشوفه. احلى كمان من ده لو انت عندك فكره فده هيبقى لطيف جدا، ما عندكش فكره خالص هتشوف الاثنين عشان تتعب شويه، عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله. عندك فيديو حل كمان للشابتر، وعندك فيديو حل كويز، فهتموت يعني شابتر هتفهمه ان شاء الله وتخلصه على خير. المفروض ان انا بجيب لك انترو مقدمه وبنيجي زي بقيه الشباتر، بس هو شابتر سهل قوي فهننطلق على طول. حابب ان انا ادردش معاك بس بشويه حاجات كده قبل ما ابتدي الشرح. احنا عندنا الشابتر ده فيه اسئله تشوز كتير قوي، لطيفه وسهله وبتيجي كتير في الامتحان، هتابعك بيها واقول لك عليها واحده واحده، شويه منهم في الفيديو ده وشويه في الفيديوهات التانيه. وعندي الحاجتين الرئيسيين بقى بتوعنا، حاجه اسمها بيرسون ومساله تانيه اسمها سبيرمان، جايين كده كده في الامتحان. ومعانا الايكويجن او اللاين اوف ايكويجن اوف كورليشن. هي دي الحدوته بتاعتنا، هم دول الثلاثه الرئيسيين اللي احنا هنشتغل عليهم ونشوف القصه بتاعتهم ماشيه ازاي. بلس اللي تشوز ده ياخد حقه قوي. الفيديو اللي كان على اليوتيوب موجود على الباكج هنا، الفيديو الجديد بتاع الحل اللي على اليوتيوب بقى الفيديو خاص بينا احنا لوحده برضه موجود بشكل محترم قوي. واخر حاجه فيديو حل الكويز. متفقين يا نجم؟ يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد من كل واحده من دول مسالتين وناخد كام واحده تشوز برضه. بيقول لك ان هو هنشتغل على حاجه اسمها سبيرمان. ايه سبيرمان ده وهنعمل ايه؟ قال لك سبيرمان ده يا نجم محتاج منك ان انت تعتمد على الترتيب، الاوردر. هنشوف الكلام ده ما تقلقش. بص يا باشا، اول سبجكت عند حضرتك هترتب من الصغير للكبير. مين اقل حاجه في دول؟ ويك يعني ضعيف، فده هنديله رقم 1. بس في واحد كمان ويك هياخد رقم 2، في واحد كمان ويك هياخد رقم 3. ماشي. بعد الويك هيجي حاجه اسمها مقبول اللي هو باص 4، مفيش حاجه تاني باص. بعديها جود 5، بعديها فيري جود 6، بعديها اكسلنت 7. يبقى انت كده يا نجم رتبتهم بالترتيب الصح. بس عندي كومنت. ايه الكومنت؟ هو ده ليه ياخد رقم 1 وده 2 وده 3؟ ما هم كلهم قد بعض. قال لك يا باشا طالما هم كلهم قد بعض، كام واحده مشتركه؟ 3. واحد خد مركز اول، واحد خد مركز تاني، واحد واخد مركز تالت، هنعملهم ديفايدد عددهم. لما تعمل الكلام ده بالكالكوليتور هيطلع ب 2. قال لك بس طالما ده زي ده زي ده، فاحنا كلهم هنديهم ترتيب متوسط اللي هو كام؟ 2. ولا تزعل نفسك يا باشا. طب لو في 2 بس مشتركين هعملهم بلس اوفر 2. طب لو في 5 مشتركين هعملهم بلس اوفر 5 وهكذا. تيجي نشوف تاني واحده ونشوف انت فهمت ولا لا. عايزين نرتب اللي تحتها. مين اضعف واحد؟ ويك. هل في ويك تاني؟ اهو. هل في ويك تاني؟ لا خلاص، علامة علم عليهم كده هما الاثنين عشان ما ننساش. باص في 3 باص، ده ياخد مثلا مركز ثالث، وده ده 1 سوري، وده هيبقى اكننا ما نعرفش 2. بس هما الاثنين شبه بعض. بعد كده في عندك باص 3، وادي 4، وادي 5، في كمان 3 باص شبه بعض. بعد كده جود ده هياخد المركز السادس، والفيري جود هياخد المركز السابع. تعال نحل. معاك حوار، تعال نحله يا اسطى. ايه الحوار وايه هنحله ازاي؟ قال لك هنحل الحوار ان انت معاك 2 ويك، واحد واخد مركز 1 واحد 2. ليه يا باشا؟ ما هم زي بعض، اشمعنى ده 1 وده 2؟ قال لك ولا تزعل نفسك. نجيب الوسط بتاعهم، المين بتاعهم اللي هو ب 1.5، يبقى ده هنقول عليه ان هو 1.5 وده هنقول عليه ان هو 1.5. ماشي. طب الباص بقى عند حضرتك واحد واخد 3، واحد واخد 4، واحد واخد 5. فاحنا هنيجي على جنب هنعمل 3 بلس 4 بلس 5 اوفر عددهم اللي هو كام؟ 3. هيطلع الناتج ب 4. هشيل دي كده، فهيبقى كلهم 4. كل الباص عندك هيكون ب 4. كده انت رتبتهم من غير اي مشاكل. الاثنين اللي زي بعض تعملهم بلس اوفر عددهم، يبقى انت جبت الاوردر الترتيب بتاعهم المظبوط. الخطوه اللي بعديها ان انت بتحفظ التيبل ده معانا. تيبل فيه 4 خانات بس، بيرمان 4 خانات بس. اول حاجه الرينج بتاع او الرانك بتاع اكس، ترتيب الاكس، والرانك بتاع واي، والدي اللي هو الماينس بتاعهم، والدي باور 2 اللي هو هتعمل للريفرنس باور 2. يعني ايه؟ تعالى نفهمك. نكتب ار اكس اللي هم الترتيب اللي هم 2 و4، ناخد الصف ده كده زي ما هو، و2 و5 و2 و7 و6 اهو 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 زي الفل. ار واي عند حضرتك هتبقى 1.5
و4 و6 و4 و1.5 و7 و4. حلو جدا. تعال نجيب الدي. ايه هي الدي؟ نعملهم ماينس، ده ماينس ده 0.5، ده ماينس ده بزيرو، ده ماينس ده نيجاتيف 4، ده ماينس ده 1، ده ماينس ده 0.5، ده ماينس ده 0، ده ماينس ده 2. الخطوة اللي بعديها هنعمل لكل واحدة من دول باور 2 0.25 0 16 1 0.25. دي 16 اهي. طبعا دي لازم نعملها باور 2 بس جوه براكت، و0 و4. تعالى بقى نجمع اخر كولم بس، اخر عمود بس نعملهم بلس بالكالكوليتور. ادي هاف 4 اند هاف 5 اند هاف يبقى 21 اند هاف 21.5. ده كده البلس بتاعهم. قالك عشان تجيب الكورليشن بقى الار القانون بتاعها 1 ماينس، ركز معايا، 6 سميشن الدي باور 2. ايه هو اللي انت جبته دي باور 2 ده البلس بتاعهم، هو ده السميشن بتاعهم. وتحت عندك ان باور 2 ماينس 1. طب ادي 1 ماينس وادي 6 اهي، ادي 21.5. عددهم 1 2 3 4 5 6 7، عدد الحاجات اللي عندك 7. وهنا 7 باور 2 ماينس 1. ونبتدي نشوف الناتج بتاعنا. اهم حاجه ما يطلعش اكبر من 1 ولا اصغر من نيجاتيف 1، عشان اي ار كورليشن بيكون ما بين النيجاتيف 1 وال1، ودي من الحاجات اللي تشوز اللي احنا هندردش فيها في الفيديوهات اللي جايه. تعالى نعمل الكلام ده بالآلة. 1 ماينس فراكشن و6 اوبن براكت 21.5 اقفل براكت، وتحت 7 وافتح براكت، و7 باور 2 ماينس 1 وهقفل البراكت، وهدوس ايكوال، واس دي هتطلع ب 0.616. وما ننساش نكتب عليها ان هي مالها دايركت. وشكرا على كده جبنا التايب اللي هو كان عايزه والدنيا زي الفل يا نجم. حلينا مسألة من مسائل سبيرمان اللطيفة. نخش على واحدة كمان سبيرمان. يبقى احنا هدفنا في الفيديو ده هناخد من كل نوع من الثلاثة الرئيسيين، سبيرمان مسألتين، بيرسون مسألتين، equation of correlation مسألتين، ومسألتين كمان تشوز. يبقى خدنا ايه؟ شرح سريع. خش على شرح الرئيسي، الفيديو اللي موجود الزيادة الاكسترا. بعديها خش على الحل، بعديها الكويز، بعديها لو فيك صحة بقى تروح تاكل يا باشا. بسم الله. تعال نشوف هنا بيقول لحضرتك عايزين نجيب حاجة اسمها سبيرمان. يعني هنرتب مين اصغر واحد؟ الفور. مين بعديه؟ 5. مين بعديه؟ 7. مين بعديه؟ ال8 بس متكرره مرتين، خدت واحده مركز 4 وواحده مركز 5، واخر واحده 6. طب تعالى نحل المركزين دول. 4 بلس 5 اوفر 2. كل واحده هتبقى دي 4.5 ودي 4.5. كده مشاكل الصف الاول خلصت. خش على مشاكل الصف الثاني. مين اصغر واحده؟ 4. 6 بقى متكرره كتير، فكل واحده خدت رقم وحجزت مكان في الصف. بعد كده نرجع لهم عشان هم شبه بعض. بعديها دي مركز خامس، وبعديها دي اكبر مركز. طب احنا معانا المركز الثاني والثالث والرابع كلهم نفس القيمه ديفايدد 3، فيطلع الناتج عند حضرتك بكام يا نجم؟ هيطلع الناتج ب 3. يبقى انا كل واحده من دول اكتب عليها ان الترتيب بتاعها 3. طب الخطوه اللي بعديها زي العسل، زيك كده بالظبط. تيبل سبيرمان الجميل في 4 خانات. ايه هم يا باشا؟ ار اكس. ايه هم يا باشا؟ ار واي. اللي بعده دي. اللي بعده دي باور 2. هنكتب دلوقتي الترتيبات، الرانك الجديد 1 و3 و4.5 و2 و4.5 و6. طب والناحيه الثانيه 5 و3 3 1 و3 و6. اهو توب التوب. تعالى نجيب الدي. يعني ده ماينس ده نيجاتيف 4، ده ماينس ده 0، ده ماينس ده 1.5، ده ماينس ده ب1، ده ماينس ده ب 1.5، واخر حاجه هتكون ب 0. اخر حاجه هنعمل باور 2 16. ما تنساش بس تحطها في براكت، و2.25 1 و2.25 و0. تعالى نعمل دول بلس بقى 5 تطلع برضو حظك، يعني 21.5 مش عارف في ايه. خلاص يلا بينا عشان نجيب الار. 1 ماينس لو حد فاكر 6، والصم بتاع اخر لاين 2 1.5 اوفر عددهم 1 2 3 4 5 6 و6 باور 2 ماينس 1. يلا بينا ننطلق ونعمل الكلام ده كله على الكالكوليتور الشقية.
6 ده ثابت كقانون فوق، وادي 21 حظك بس جت مرتين في المسألتين 21.5 عشان انت ايه بصمجي هتحفظها في الامتحان كده وتسقط. ماينس 1 نقفل البراكت وندوس ايكوال واس دي هتبقى 0.38 والكلام ده طالما بوزيتيف هيكون دايركت. كده المهمة الأولى في الفيديو بتاع الشرح الصغنطط ده سكومونوس ده خلص. حلينا مسألتين على سبيرمان. هل كده خلصنا؟ لسه في فيديوهات تاني وفي موت يا باشا. يا باشا اصبر على رزقك. هنخش دلوقتي بسرعة على مين؟ على بيرسون. صح. هندخل دلوقتي على أخونا التاني وابن عمنا الكبير بيرسون. بيرسون الرهيب. هل بيرسون ده محتاج ترتيب؟ لا يا اسطى. بيرسون ده بيقول لك مخك يا باشا دماغك اولى واحلى من اي شيء في الدنيا. انت هترزع لي تيبل عملاق فيه 5 خانات. ايه هما؟ الاكس لوحدها، الواي لوحدها شغال يا وحش، الاكس باور 2 شغال يا وحش، الواي باور 2 شغال يا وحش، واكس واي. از يو لايك بقى، عيش حياتك. يلا بينا يلا بينا نكتب ارقامنا. يلا الاكس بقى زي ما هي تقعد تدنجل بقى 6. بس انا هعمل الخطوط كده بتاعتنا الايه الغريبه دي اهو. يلا بينا 6 و5 و7 و8 و10 و6 و7. طيب والواي 4 و7 و5 و6 و8 و7 و8. طب اكس باور 2 انا هعمل كل واحده من دول باور 2 بقى بالآلة. كل واحده من دول باور 2. 49 64 100 و36 و49. حلو ده. بعديها نمسك واي باور 2 4 باور 2 16 49. اي واحده من دول باور 2 عشان تبقى فاهم بس احنا بنعمل ايه. 36 64 و49 و64. ليه بعمل كده؟ عشان لازم اجيب الصم بتاع كل واحد منهم. طب ما نجيب الصم بتاع الاصليين كمان وكل حاجه اجيب لها البلس بتاعها. ماشي. لاست 1 بقى اكس واي يعني هعمل ده تايمز ده. 6 تايمز 4 24. 5 تايمز 7 35. 7 تايمز 5 35. هي ما عرفتكش انا كده يعني. 8 باي 6 48. 10 باي 8 80. تتعب شويه معانا معلش. 6 باي 7 40. طبعا انت بتعملها ايه بالكالكوليتر مالكش دعوه بيا انا. 56 يعني تخلف عقلي بسبب الايه الحاجات دي. ونجيب الصم بتاعهم هنا. كل اللي احنا نعمله بقى ان احنا نعمل البلس بتاع كل واحده من دول. اول حاجه نعمل الصف ده نعمل كله بلس 6 بلس 5 بلس 7 بلس 8 بلس 10 بلس 6 بلس 7 49. يبقى أول واحدة 49. تاني واحدة هنعمل 4 بلس 7 بلس 5 بلس 6 بلس 8 بلس 7 بلس 8 equal 45. اللي بعده بقى نعمل لدول كلهم بلس 36. حاول تعمل معايا بلس عشان لو لا قدر الله لا قدر الله عملت انا بلس غلط تاخد بالك بقى عشان انا بصور ايه لوحدي هنا في الاستوديو. يعني ايه ممكن نغلط مفيش حد يراجع ورانا. بس دي مفيش حاجه فيها صعبه يعني احنا بنعمل بلس بس. حتى هتلاقي الفيديو بتاع اليوتيوب بتاع الحل انا بفكرك اهو بقول لك في مسألتين اكتشفنا ان فيهم يعني غلط في البلس بسيط. تعديها دي قلت لك اهو بعترف انا معترف. يا مستر ما شلتهمش ليه في المونتاج؟ بجد عبط خالص يعني ما فيهمش ابداع. انت بس بتجمع بلس فجمعنا رقم ناقص حاجتين حاجه عبيطه خالص يعني تتعدي. طبعا في 20 مساله محلوله كلها صح بيرفكتو. دي عشان بس ما توترش نفسك وتضيع وقتك انا قلت لك في فيديو الحل بس هتلاقي فيه مسألتين معمولين بلس من اصل يجي 20 30 مسألة معمولة بلس صح. وصلنا لل 100. شفتوا انا عمال ارغي كده اهو هنا غلطنا تاني. 36 49 equal 3 5 9. اللي بعده هتبقى 16 بلس مفيش بقى اي مهارات تقعد تجمع بلس 25. فموضوع يعني ايزي خالص في الكنافة خالص. 64 3 0 3. لاست 1 هنعملها بلس 24 35 35 48 80 42 و56 وايكوال هتبقى 320. كل ده جميل قوي. قال لك في قانون هتلاقيه في ورقه القوانين في كتاب المفاهيم بيقول لك يا نجم ان سميشن اكس واي ماينس سميشن اكس لوحدها سميشن واي لوحدها. حضرتك مش بتحفظه يعني في ناس حفظته كمان عموما بس براحتك يعني المفروض بيبقى موجود في ورقه او كتاب المفاهيم اللي عندك. تعال نكتب القانون تكملته تحت ان سميشن اكس باور 2 ماينس سميشن الاكس كل باور 2 تحت ان
سميشن واي باور 2 ماينس سميشن الواي كل باور 2. كل اللي عليك دلوقتي ان انت تروح تعوض. تعال نشوف ال n عددهم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7. سميشن الاكس واي انت جبتها بكام؟ 320 ماينس سميشن الاكس لوحدها 49، سميشن الواي لوحدها 45، سميشن يعني البلس بتاعهم. بس تحت روت ما تنساش تبعد كده شويه وتعمل تايمز روت كمان. ان اللي هو 7 سميشن الاكس باور 2 359 ماينس سميشن الاكس 49 باور 2، وهنا نفس الكلام 7 سميشن الواي باور 2 303 ماينس سميشن الواي لوحدها باور 2 اللي هي 45 باور 2. ونكتب الكلام ده كله على كالكوليتور، بس الكالكوليتور طبعا في اللحظه دي بتسب وبتلعن اليوم اللي حد اخترع فيه الكالكوليتور اصلا عشان تكتب كل الارقام دي. يعني بجد لو ليها اهل الكالكوليتور مش هنعمل فيها كده والله، بس للاسف ملهاش اهل فتستحمل بقى كل الكتابه اللي احنا هنكتبها دي. بص وانت بتكتب تحت روت، طبعا انا بسليك في الطريق عشان انا بزهق من الاله، تلاقيني بقعد احكي في حواديت كده. ماينس 49 باور 2. بص انا وصلت لغايه الحته دي، اول ما توصل لغايه الحته دي حول بالسهم مره عشان تعمل تايمز يطلع بره الروت، وبعد كده تفتح روت جديد. خلي بالك عشان الروت ده هتلاقيه سرح معاك كده لغايه الاخر. 7 وافتح براكت 303 واقفل براكت ماينس وافتح براكت 45 واقفل براكت وباور 2 باور فاميلي ايكوال. الاله هتسب، يا رب ما تسبش، يا رب ما تسبش. جابت ناتج صح. عرفت منين ان هو صح؟ 0336 عشان ما عداش ال1 ولا اصغر، يبقى معنى كده ان هي مالها يا نجم دايركت. السلام عليكم. عليكم السلام. كل مره هيدينا تيبل، كل مره هعمل ال5 خانات براحتك. ساعات في ناس بتحط الاكس والواي هنا وعادي خالص، ممكن تعمل 5 خانات وتعوض بيهم، واحلى مسا عليك يا صاحبي. هنحل تاني عليها كتير كتير ما تقلقش. عشان كده تلاقيني في الفيديو الشرح ده الوحيد اللي اعصابي هاديه فيه. الفيديوهات التانية بقى تلاقيني الدنيا فيها بقى عمال اشجعك واحمسك، اما ده ان شاء الله يكون سهل. هنا عايز بيرسون برضو، السؤال التاني البيرسون، بس هو مدينا كل حاجه جاهزه من الاخر. حاضر، فايه القانون؟ تكتب بس القانون ده اسهل لك واحلى، احلى بكتير. القانون كان ايه لسه قايلين؟ ان سميشن اكس واي ماينس سميشن اكس لوحدها سميشن واي لوحدها وروت تايمز روت، وهنا ان سميشن اكس باور 2 ماينس سميشن اكس كل باور 2، وهنا ان سميشن واي باور 2 ماينس سميشن واي كل باور 2. يلا نعوض. ال n ب 10 وهفتح براكت سميشن اكس واي 361 ماينس سميشن الاكس لوحدها 50 سميشن الواي لوحدها 60 وتحت روت تايمز روت. تعال نعوض. ال n عندنا ب 10. طيب اوكي، سميشن اكس باور 2 ولا بتعمل تيبل ولا اي حاجه، انت بتنقل بس كاتب القانون نقل عشان ما تقعدش توتر نفسك. 50 باور 2 وتحت 10 سميشن واي باور 2 498 ماينس 60 باور 2. يلا بينا نعوض. انا عايز اقول لك على حاجه، ان انت كمان دي طبعا اسهل بكتير. شفت التيبل اللي فات؟ انت ممكن ما تعملش تيبل وتعمله بالاله. طب ازاي طريقه الاله؟ والله موجوده في الملزمه بتاعت خريطه الكنز، وموجوده في الفيديو اللي انت هتشوفه، الفيديو التاني فيديو الحل. كوبي بيست مشروحه بالتفصيل بكل حاجه وظبط لك الدنيا مع بعض. تعال نكتب دول الاول ونشوف كده الدنيا بتاعتها ماشيه ازاي. نصحي بس الاله الملعونه، لسه كنت بقول لك ملهاش اهل تقريبا، ايه اتقمصت. 10 شوف الناتج بتاع ده كام؟ 361 نقفل البراكت ماينس اوبن براكت 50 افتح براكت 60 اقفل براكت، هننزل تحت روت و10 وهفتح براكت 310 وهقفل البراكت ماينس هفتح براكت 50 باور 2 وهحاول واعمل تايمز وافتح روت و10 وهفتح براكت 498 وهقفل ماينس هفتح براكت 60 وهقفل باور 2 وايكوال. والله وعملوها الرجاله 0.67. طالما ارقام ديسيمال بوزيتيف يبقى دايركت. فل فل يا نجم. خلصنا دلوقتي كمان تاني مساله من اخونا مين؟ اخونا بيرسون. داخلين على مين؟ حاجه اسمها لاين اوف ايكويشن.
هندخل دلوقتي هنجمع على الطلب الثالث والاخير يعتبر، او قبل الاخير عشان فيه تشوز، بس هو الاخير كشرح، حاجه اسمها الايكويشن اوف ريجريشن. ايكويشن اوف ريجريشن دي y ايكوال ax بلس b، ده الشكل بتاعها، ده الايكويشن او ده اللاين اوف ايكويشن اوف ريجريشن. اوكي، مطلوب من حضرتك حاجتين، ان انت تجيب الاي بكام وتجيب البي بكام. لو جبتهم تحطهم هنا الاي والبي وشكرا على كده، كل سنه وانت طيب، انت جبت الايكويشن بتاعتك. طب ازاي نجيبهم؟ قال لك هتعمل تيبل شبه بيرسون بالظبط، بس ممكن تستثني منه حاجه. ايه هي الحاجه؟ هقول لك حاجه، اكس واي، ممكن اعمل اكس واي، ومفروض ان انا بعمل اكس باور 2 وواي باور 2. بيقول لك ممكن تنفض للواي باور 2، ماشي، مصلحه، طالما فيها توفير مصلحه يا بيه. يلا بينا نحل. ادي 10، ادي 7، ادي 8، ادي 7، 6، 4. مستر مش هنرتب يا ابني فوق بقى، الترتيب ده في الجزء الخاص بسبيرمان، اما بيرسون والايكويشن ما فيهمش ترتيب. الواي عند حضرتك 5 و8 و7 و9 و9 و10. يلا بينا نعمل تايمز ده تايمز ده، هتكون ب 50 وده 56 وده 56 وده 7 ده 63 وده 54 وده 40. طبعا كل واحده من دول ما تنساش ان احنا هنجيب البلس بتاعها. الخطوه اللي بعديها هنجيب الاكس باور 2، 10 باور 2 ب 100 49 64 49 36 وادي 16 ونعملهم كلهم بلس. يلا بينا نعمل بلس بقى لكل واحده من دول. اول واحده 10 بلس 7 بلس 8 بلس 7 بلس 6 بلس 4 equal 42. تاني واحدة عند حضرتك 5 بلس 8 بلس 7 بلس 9 بلس 9 بلس 10 equal 48. اللي بعديها هتبقى 50 بلس 56 بلس 56 بلس 63 بلس 54 بلس 40 وندوس equal هتبقى 390. last one 100 بلس 49 بلس 64 بلس 49 بلس 36 بلس 16 وندوس ايكوال هيبقى 314. جبنا الاربع حاجات. اوكي، هل احنا هنحل بيرسون كام؟ لا مش هنحل بيرسون كام، احنا هنجيب بقى الايه والايه ده اللي فيه نوش. القانون بتاعه ولا توتر نفسك ولا تضايق نفسك، القانون بتاعه موجود في ورقه المفاهيم، شبه بيرسون شويتين، ان سميشن اكس واي ماينس سميشن اكس وسميشن واي. حلو، تحت مفيش روت بقى، تاخد الجزء اللي تحت الروت، ان سميشن اكس باور 2 ماينس سميشن اكس كل باور 2. يلا نعوض، يلا نعوض. الان عددهم كام؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، واهو اهو السميشن بتاعهم هيبقى 319 ماينس سميشن الاكس ب 42 سميشن الواي ب 48 تحت ان 6، وادي في الاخر كان انا عملت التوتال كام؟ 314 ولا 19؟ 14. هتحطوا قذر 314 ماينس سميشن الاكس لوحدها 42 باور 2. يلا بينا نجي. ادي فراكشن وادي 6 وافتح براكت 319 اقفل براكت، دي واحده 19 واحده 14 ربنا يستر، ماينس نفتح براكت 42 نقفل براكت نفتح براكت 48 اقفل براكت انزل تحت و6 وافتح براكت 3 1 4. ما عنديش امتحانات بقى يا باشا، دلع بقى يا باشا، انا مالي بيك. 42 اتاكد بس مايكي شغال عشان ما يكش الايه الحاجات دي تاني. ايكوال اس دي طالعه نيجاتيف 0.85. جبنا الايه؟ البي بقى ايه القانون بتاعها؟ قال لك سميشن واي ماينس الاي سميشن اكس، انت ايه اللي انت جبتها هتستخدمها اوفر ان، بس كده. سميشن واي ب 48 ماينس نيجاتيف 0.85 وسميشن الاكس ب 42 وتحت عندك الان عددهم 2 4 6 اهي. يبقى ايكوال، تعالى بقى نشوف الكلام ده، تايمز 42 ايكوال طيب ماشي يا بيه، مش اللي انا بعمله ده، ماشي ديفايدد 6
اس دي هتطلع 13.95. جبنا الاي وجبنا البي، يبقى الايكويجن واي ايكوال نيجاتيف 0.85 اكس 13.95. وشكرا على كده. السلام عليكم. عليكم السلام. انت كده فل الفل وتوب التوب، وجبنا الايكويجن اللي احنا عايزينها. الخطوه الثانيه او الطلب الثاني بيقول لك شيل كل اكس وحط مكانها 5. عادي خالص، دي سهله بقى. واي ايكوال نيجاتيف 0.85 اوفر 5 بلس 13.95 اهو. وبعديها هنعمل ماشي يا نجم تايمز 5، هيطلع الناتج عند حضرتك 9.7. شكرا، جبنا الطلب التاني. الطلب الاخير بيقول لك حاجه اسمها الايرور. ايه الايرور ده وبيجي ازاي؟ هقول لحضرتك ولا توتر نفسك. بتعمل ابسوليوت. عايز الايرور لما الاكس ب 6. الاكس ب 6 فالناتج بتاعها في التيبل كان ب 9، يبقى تعمل 9 ماينس، ومره كمان تاخد الاكس ب 6 تروح تعوض عنها في الوحش. ده الوحش اللي ما بيهزرش. زي ما عملت هنا شلت الاكس ب 5، بس هنا هتشيل الاكس وتحط مكانها 6، يعني نيجاتيف 0.85 و6 بلس 13.95. يلا بينا يلا بينا. نيجاتيف 0.85 تايمز 6 بلس 13.95 هيطلع الناتج 8.85. يبقى انت هتعمل 9 ماينس 8.85. ليه 9؟ 9 دي جبتها من الجدول، يبقى انت الايرور عند حضرتك بتعمل الحاجه اللي في الجدول ماينس التعويض. ايه لازمه الابسوليوت ده؟ ان انت كده كده تقول الرقم يكون بوزيتيف. عملت ده ماينس ده، اهم حاجه ان الرقم جوه الابسوليوت هيطلع بوزيتيف. مستر الكلام ده سريع وانا مش فاهم. عشان قلت لك يا اسطى في الاول ده الفيديو شرح الوحيد اللي بقول لحضرتك للناس اللي فاهم. اللي مش فاهم لسه عندك الفيديو بتاع الشرح التاني الاحتياطي، في فيديو بتاع الحل، وفي فيديو حل الكويز، فهتلاقي الدنيا سريعه جدا جدا وتفهم باقل مجهود باذن الله. خلصنا المساله دي، فاضل لنا مساله كمان على الايكويشن بتاعه الريجريشن. هنا وحوش هنخش على ايكويشن او ريجريشن لاين ايكويشن. ماشي. عشان اجيب الايكويشن لاين ريجريشن a x بلس b، مطلوب مني اجيب الاي بكام ومطلوب مني اجيب البي بكام. تعال نجيب الاي. ما هو الاي عشان اجيبها ليها قانون. ايه هو القانون؟ ان سميشن اكس واي ماينس سميشن اكس لوحدها وسميشن واي لوحدها. طب وتحت ان سميشن اكس باور 2 ماينس سميشن اكس الكل باور 2 جزء من البيرسون. هنعوض. هو مدينا الان ب 6، مفيش مهارات قوي يعني. سميشن اكس واي 162 ماينس سميشن الاكس 30 سميشن الواي 40. طب وتحت 6 الاكس باور 2 210 ماينس سميشن الاكس لوحدها ب 30 باور 2 ايكوال فراكشن 6. لا اصحي 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 معايا يا حاجه، مفنش اهو. 6 اوبن براكت 162 وماينس اوبن براكت 30 في براكت افتح براكت 40، وانزل تحت 6 كمان وافتح براكت 210. ماشي 210 نسيت الزيرو اقفل ماينس 30 باور 2 ايكوال اس دي هتطلع نيجاتيف 0.63 وحاجات كتيرة قوي. طيب عايز اجيب البي. البي عشان نجيبها هي سميشن واي ماينس ايه سميشن اكس وتحت ايه. سميشن واي عند حضرتك ب 40 ماينس 0.63. طب وسميشن الاكس 30. طب والان 6. يبقى فراكشن و40 وعمل هنا 0.63 تايمز 30 وتحت 6 واس دي هتطلع ب 9.8 وشويه حاجات. يبقى الايكويشن عندنا هتبقى y ايكوال الاي عند حضرتك نيجاتيف 0.63x بلس البي 9.8 وشكرا جبنا الايكويشن. عايزين نجيب اللينير كورليشن بتوين احنا جبناها خلاص اهو، اللي هو الاي ده هو ده الكورليشن بتاع. لا ده هو عايز طلب تاني، سوري.
عايز اللينير كورليشن كوفيشنت بتوين اكس اند واي، يعني عايزك من المساله دي نرجع بقى نجيب الكورليشن كوفيشنت. طب الكورليشن كوفيشنت عشان نجيبه هنعمل ايه؟ سهله مش صعبه. هنعيد بس الحدوته دي ونكتب قانون مين المناسب على الارقام دي؟ قانون الخاص ببيرسون، هو ده اللي لايق على الارقام دي. بس مش هعمل تيبل ولا حاجه، مجرد ان انا اجيب الار بس وابتدي اعوض. لو حد فاكر كان القانون ان 6 اهو، summation x y 162 minus summation x 30 summation y 40. انا برضو استغربت هو ليه مدينا دي، اتاري هو عايز تجيب الكوفيشنت نفسه تحت روت لو حد يفتكر تايمز روت ان ب 6 summation الاكس باور 2 اهي 210 minus summation الاكس بس 30 باور 2 وهنا 6 summation الواي باور 2 304 minus summation الواي 40 باور 2. تعال نكتب بقى كل ده بالكالكوليتور مرة كمان ومرة أخيرة معلش نستخدم فيها الكالكوليتور. 6 اوبن براكت 162 minus اوبن براكت 30 واقفل وافتح 40 واقفل وتحت روت و6 اوبن براكت 210 minus افتح براكت 30 باور 2 وهحود وتايمز وروت 6 304 minus 40 وهقفل باور 2 وهدوس ايكوال، هيطلع الناتج عندنا نيجاتيف 0.8. يبقى معنى كده ان هي انفرس يا نجم، التايب بتاعنا هيكون انفرس. وبكده نكون خلصنا الايكويشن اوف ريجريشن وخدنا كمان واحده كوفيشنت اللي هي هو قال لك كوفيشنت وسكت. طب ليه ما جبتهاش يا مستر سبيرمان؟ ما انت ما عندكش تيبل، انت عندك الداتا دي تقدر تشغلها في البيرسون وتقدر تشغلها في الايكويشن. كده فاضل لك حاجه صغيره قوي في الفيديو ده، هما كام واحده تشوز كده نعرفك الافكار الرئيسيه قبل ما نخش في المعجنه في الفيديو اللي جاي. يلا بينا نخش على اللي تشوز واخر جزء عندنا في الفيديو الصغنطط ده. بيقول لك السترونجست اكبر كورليشن هنا هنا 0.4058 هو ده اكبر واحد. بص على اللي بعد البوينت على طول. سترونجست انفرس عايزين نجيب اكبر واحد كوفيشنت انفرس هنا 2 5 و7 يبقى 0.8 واسئله سهله ان شاء الله. الحاجات دي كلها ترتاح منها في وقت قريب يا باشا. عارف الاغنيه بتاعت زمان دي بتاعت اتمنى تزول ملامحك بالي تزول باينه ولا مش عارف تغور بتاعت شيرين دي بتاعت زمان. ف ان شاء الله المنهج ده يزول من وشك وتخلص من الايام دي. بس اتعب شويه، ها اتعب عشان تنبسط ياض. بيقول لك مين الجراف اللي قدامك او الدياجرام مين من دول انفرس؟ والله انفرس دي لازم تمشي من الشمال لليمين. لقيت نفسك من الشمال لليمين طالع يبقى ده دايركت، لقيت نفسك من الشمال لليمين نازل يبقى ده انفرس. ده اصلا مش كورليشن، ده غلط، ده كده انفرس صح. من الشمال لليمين نازل، اما ده دايركت هو عايز الانفرس. الويكست اقل او اضعف واحد فيهم، لا ده اصلا مش معانا عشان ده فوق ال1، ده اضعف واحد عشان 0.1 بعدها. في سؤال خامس اكيد بيتهيألي الاخير اهو. السؤال الخامس والاخير بيقول لك 1 من النكست دي مين من دول سترونجست انفرس؟ مين من دول اقوى حاجه انفرس؟ طبعا دي مش انفرس دي مش انفرس، هتبقى هي دي الانفرس. فل عليك يا صاحبي، خش فرتك الدنيا في الفيديوهات اللي جايه بقى عشان هم دول موت الموت. معرفش انت مرتب الفيديوهات ازاي الباكج معاك. احنا كنا في المراجعات بنبتدي من الشابتر الاخير لحد ما نوصل للشابتر الاولاني. ايا كان انا والله بحبك، وعلى قد ما اقدر ربنا عالم بيا ان انا واخد عهد على نفسي ان انا اعمل لك فيديوهات كتير. ممكن ازهقك بس في الاخر هتوصل للتارجت اللي انت عايزه عن طريق ان شاء الله الفيديوهات دي. وقبل الفيديوهات دي كرم وتوفيق ربنا. ان شاء الله اشوفكم على خير. انا مش عارف بقول لك الترتيب بتاعك ايه، بس انا بحبك لله في لله والله، مش فكره فلوس ودروس والمصلحه دي خالص. ان شاء الله تبعت لي بعد ما تخلص امتحانك وتبعت لي لما تجيب النتيجه وتفرحني باذن الله باحلى درجه في الاستاتستكس. ربنا معاكم.